الجزء الثاني، العدو القديم. بدأ منصور يستخدم قدراته في حماية الناس من حوادث وسرقات لحد ما انتشر خبره في مصر كلها. لكن في الظل في حد بيخطط. الدكتور رمزي عالم فاسد كان بيشتغل في مشروع سري زمان وبيحاول يخلق جيش خارقين مصري، لكن المشروع فشل. دلوقتي لما عرف عن منصور قرر انه يصطاده ويستغل قواه. بدأ منصور يستخدم قدراته في حماية الناس من حوادث وسرقات لحد ما انتشر خبره في مصر كلها. لكن في الظل في حد بيخطط. الجزء الثالث قرب جدا. بعت له أول اختبار، روبوت اسمه سوبريم، بيشبه تمثال أبو الهول بس مدجج بالأسلحة. المعركة كانت ملحمية في وسط ميدان التحرير، والناس صورتها وبقت ترند. لكن في اللحظة الأخيرة قدر سوبرمان المصري يضرب نقطة الضعف ويفجر الروبوت، والميدان كله هتف باسمه. بس الدكتور رمزي قال دي كانت البداية يا منصور. لو عايز تعرف ايه اللي هيحصل بين رمزي ومنصور، دوس لايك واشترك في القناة وصلي على النبي. الجزء الثالث قرب جدا.